بتاعك ممتع جميل، وكل سنة وانت طيبين وبسعادة ورمضان كريم. النهاردة هتكلم عن حاجة جميلة جدا جدا. آه الحلقة، بس لو انت بجد ما عملتش لايك واشتراك لقناتي سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة. وعايز اقول بجد حاجة جميلة جدا، ان انا هعمل ان شاء الله بمناسبة رمضان استشارات مجانية طول الوقت ان شاء الله على رقمي. بس انت لما تعلق عليا وتكتب لي كلمة تم، هتاخد. لو انت عندك اي مشكلة نفسية، عندك اي حاجة محتاج جلسات نفسية، اي حاجة مجانية طول الشهر، انا موجود معاك. بس انت تعلق بكلمة تم وهكتب لك الرقم، تمام؟ بس همسحه على طول، لا عشان ما يبقاش ايه على العام وكده. ده فري طول شهر رمضان. بس يا جماعة، نبتدي بقى ايه. اتكلم في النهارده بقى حلقة النهارده بروقان كده عن الغضب. ايه غضب؟ يعني انا كنت لسه من بره من شويه كده باستمتاع وروقان كده. ايه، كنت رايح اجيب حاجه، فكان في طابور طويل قدام مني. فلقيت الناس واقفه بتتشاكل ومتضايقه ومتعصبه، وبيدوا مبرر لنفسهم ان احنا صايمين يا جماعه ومخنوقين وكده. فقررت ان انا اعمل الحلقه دي بروقان واستمتاع كده، احلل ليه الناس خصوصا في وقت الصيام بتبتدي ان هي تتشاكل ويحصل تشنجات ويتضايقوا. لو انا جيت اشوف الفكرة اللي ورا الغضب او الضيقة او المشاعر السلبية دي، اساسا هي بتكون بسبب ان في فكرة جوه العقل الباطن بتاع الناس دي، هي ان الصيام فيه اكراه او حاجة واجب لازم تعمله، مش وسيلة للاستمتاع والقرب من ربنا. خلينا نسيف لك الفكرة السلبية دي اللي بتخلي معظم الناس في حالة توتر وفي حالة غضب للأسف الشديد، وأقول لهم إن بجد إن أي عبادة سواء كانت الصيام أو الصلاة هي وسيلة للاستمتاع والتقرب من ربنا، بل هي وسيلة للشحن من الطاقة من الله، من المصدر، من الطاقة الإلهية. تخيل كده، انت في حد انت هو بيحبك قوي، والحد ده اكتر حد بيحبك في العالم كله، وكاتب لك مجموعة حاجات معينة تعملها عشانك انت. يعني انت لو تعرفوا بجد فايدة الصيام قد ايه. الصيام ده مهم جدا جدا جدا. اولا انت بتتشحن طاقة روحية. ثانيا انت جسمك طول السنة طول الوقت هو عمال، انت بتاكل وعمال تعمل حاجات، فجسمك بيبقى فيه زي حاجات شوائب. فالصيام بينظف وبيقوي الجسم وبيخليك انت تكنترول يور سيلف، بان انت تبتدي ان انت تتحكم في نفسك وفي مشاعرك وفي كل حاجة. وكذلك الصلاة، انت بتستقبل في الصلاة الطاقة الإلهية، الطاقة الروحية، النور من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي انت بتبقى طالع في حالة من إن ايه، من النشوة، من النشوة الإلهية، ان انت بتبقى عندك منتشي سعيد مبسوط في حالة نعيم. للأسف الشديد العبادات اتحولت واجب وإكراه. عشان كده ناس كتير بتصوم وبتصلي وتلاقي حياتها كلها مشاكل وضغوطات وكآبة. مين اللي قال كده يا جماعة؟ ده إذا كان ربنا قال في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا. يعني انت ممنوع ان انت تحزن وان انت تهن، ان انت تبقى ضعيف. فانت ازاي ان انت بتقول ان انت بتعرف ربنا او بتعمل عبادات وانت طول الوقت عندك غضب؟ ده انا مره كنت شفت واحد للاسف الشديد، كان في رمضان برضو. تقريبا فهو كان المفروض ان هو لسه رايح يتوضى، فقبل ما في مكان ما يعني، فقبل ما يتوضى كان في مكان زي مؤسسه كده يعني. قبل ما يتوضى راح جاي مش هاكل مع اللي قدامه واتخانقوا كده. انتوا يا جماعه انتوا حافظين مش فاهمين. القرب من ربنا وكل العبادات هي حاجة عشان تسعدك، عشان تخليك انت مستمتع وتخليك رايق. لو انت شايف الصيام انه اكراه وواجب، ده فكرة سلبية جدا في عقلك الباطن. حولها ان الصيام هو وسيلة للاستمتاع والروقان، وان انت تشحن من الطاقة الالهية.
وكذلك العبادات. وقت ما أنت بتقول كده لعقلك الباطن وبتنسف الفكرة السلبية اللي قبل كده وتكررها وتستشعر حلاوة وجمال الصيام، استشعر حلاوة وجمال العبادات، هتحس فعلا ان انت رايح ياه، زي ما كان سيدنا محمد بيقول أرحنا بها يا بلال، انت رايح عشان تتبسط. انا عايز اقول حاجة بجد، يا جماعة ربنا بيحبكوا قوي، ربنا بيحبنا قوي، احنا اللي بنحط حواجز وبنحط برمجات قدام عينينا، وبنتعس نفسنا و يعني بنحط في نفسنا في جانب الغضب وفي جانب لأ، هي علاقتك بربنا علاقة حب، 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 والعبادات دي هي حب من ربنا ليك عشان تبقى انت مبسوط ورايق مستمتع، لان هو بيحبك جدا جدا، وعايزك انت تكون سعيد، وعايزك انت تأدي الدور اللي انت جيت عشانه في الحياة. لو انت مثلا فنان تعمل فن جميل وتنشر السعادة بين الناس، لو انت رسام جميل، لو انت كاتب، لو انت مدرب تنمية بشرية، لو انت لعيب كورة، لو انت بس ان انت just to connect your soul، ان انت تتصل بروحك وتستمتع بالجمال بالحضور الإلهي، لأن ربنا طول الوقت معاك، انت اللي بتبعد وانت اللي بتحوش ال- بأفكارك السلبية ومخاوفك وشكك وقلقك والحاجات دي كلها، انت اللي بتبعد عن كل ده وغضبك. فانت ارمي كل الأفكار دي في الزبالة وحط مكانها أنا سعيد ومنعم مع الإله. ودايما يا جماعة اتكلموا عن نعم ربنا عليكم، وأما بنعمة ربنا من ربك فحدث. ربنا بيحب يشوف أثر نعمته على عبده. اتكلم عن نعم ربنا عليك واشكر ربنا، هتجيلك حاجات تانية أجمل وأجمل وأجمل. طول شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله، أي حد عنده مشكلة، أي حد عنده اكتئاب، أي حد عنده أي حاجة نفسية، أنا تحت أمرك وفي خدمتك، واستشارات مجانية إن شاء الله بإذن الله. بس أنت لو أنت مستعد وعايز كده اكتب تم في التعليق، ومتنساش تدعي دعوة حلوة، وأنا هكتب لك رقمي، تمام؟ وبعد كده بعد فترة صغيرة تتواصل، يعني بعد فترة بعدها صغيرة همسحه عشان انت تتواصل معايا على الواتس، تقول لي مشكلة كذا كذا كذا، وانا هكون معاك ان شاء الله باذن الله لحد ما مشكلتك تتحل. حبوا حياتكم، حبوا ربنا، حبوا الناس كلها، وحبوا الحياة، وكونوا في حالة امتنان وجمال وسعادة، سكينة وروقان. بحبكوا قوي قوي قوي، اشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير، لان سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة. رمضان كريم.